ذكر القرطبي أن أحد المحتضرين ممن بدنياه انشغل وغره طول الأمل لما نزل به الموت واشتد عليه الكرب اجتمع حوله أبناؤه يودعونه ويقولون قل لا إله إلا الله، فأخذ يشهق ويصيح فأعادوها عليه فصاح بهم وقال الدار الفلانية أصلحوا فيها كذا، والبستان الفلاني ازرعوا فيه كذا، والدكان الفلاني اقبضوا منه كذا. ثم لم يزل يردد ذلك حتى مات. نعم مات وترك بستانه ودكانه يتمتع بهما ورثته وتدوم عليه حسرته. وذكر ابن القيم أن أحد تجار العقار ذكر بلا إله إلا الله عند احتضاره فجعل يردد ويقول هذه القطعة رخيصة وهذا مشترى جيد وهذا كذا وهذا كذا، حتى خرجت روحه وهو على هذا الحال، ثم دفن تحت الثرى بعدما مشى عليه متكبرا قد جمع الأموال وكثر العيال فما نفعوه في قبره ولا ساكنوه. قال ابن القيم واحتضر رجل ممن كان يجالس شراب الخمور، فلما حضره نزع روحه أقبل عليه رجل ممن حوله وقال يا فلان يا فلان قل لا إله إلا الله، فتغير وجهه وتلبد لونه وثقل لسانه، فردد عليه صاحبه يا فلان قل لا إله إلا الله، فالتفت إليه وصاح لا اشرب أنت ثم اسقني، اشرب أنت ثم اسقني، ثم ما زال يرددها حتى فاضت روحه إلى باريها. نعوذ بالله، وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل. وذكر الصفدي أن رجلا كان يشرب الخمر ويجالس أهلها، وكان إذا سكر ونام يمشي وهو لا يعقل، فكان ينام في سطح داره ويشد رجله بحبل كي لا يقع، فسكر ليلة ونام فقام يمشي فسقط من السطح فأمسكه الحبل فبقي معلقا منكسا حتى أصبح ميتا. وذكر في أنموذج الزمان أن محمد بن المغيث كان رجلا فاسقا مفتونا بشرب الخمر ولا يكاد يخرج من بيت الخمار، فلما مرض ونزل به الموت وخارت قواه سأله رجل ممن حوله هل بقي في جسمك قوة؟ هل تستطيع المشي؟ قال نعم، لو شئت مشيت من هنا إلى بيت الخمار. قال صاحبه أعوذ بالله، أفلا قلت أمشي إلى المسجد؟ فبكى وقال غلب ذلك علي، لكل امرئ من دهره ما تعودا، وما جرت عادتي بالمشي إلى المساجد. وقال ابن أبي رواد حضرت رجلا عند الموت فجعل من حوله يلقنونه لا إله إلا الله، فحيل بينه وبينها وثقلت عليه فجعلوا يعيدون عليه ويكررون ويذكرونه بالله وهو في كرب شديد، فلما ضاق عليه النفس صاح بهم وقال هو كافر بلا إله إلا الله، ثم شهق ومات. قال فلما دفناه سألت أهله عن حاله فإذا هو مدمن للخمر. نعوذ بالله من سوء الخاتمة، بل نعوذ بالله من أم الخبائث ورأس الفواحش. ومن شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة، بل من شرب الخمر في الدنيا كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال. قيل يا رسول الله وما طينة الخبال؟ فقال صلى الله عليه وسلم عصارة أهل النار إلا أن يتوب قبل موته. أما أهل المعازف والغناء فلهم عند الموت كربة وبلاء. ذكر ابن القيم أن رجلا من أهل الغناء والمعازف حضرته الوفاة، فلما اشتد به نزع روحه قيل له قل لا إله إلا الله، فجعل يردد أبياتا من الغناء فأعادوا عليه التلقين قل لا إله إلا الله، فثقل لسانه عن ترديد الغناء فجعل يردد ألحان الأغاني ويقول تنتنا تنتنا حتى خرجت روحه من جسده وهو إنما يلحن ويغني. أما أهل الجريمة الكبرى والداهية العظمى أنصار الشيطان وأعداء الرحمن هم خصوم المؤمنين وإخوان الكافرين الذين يحشرون مع فرعون وهامان ويتقلبون معهم في النيران. هم تارك الصلاة
وبين الرجل وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة، وحالهم عند الموت وما بعده أدهى وأفظع. ذكر ابن القيم أن أحد المحتضرين كان صاحب معاص وتفريط، فلم يلبث أن نزل به الموت، ففزع من حوله إليه وانطرحوا بين يديه وأخذوا يذكرونه بالله ويلقنونه لا إله إلا الله وهو يدافع عبراته. فلما بدأت روحه تنزع صاح بأعلى صوته وقال: أقول لا إله إلا الله وما تنفعني لا إله إلا الله وما أعلم أني صليت لله صلاة، ثم مات. هذا هو الموت، أول طريق الآخرة، وما بعده أفظع وأكبر.